عليكم، مرحبا بكم معايا فيديو جديد. كنتمنى تكونوا على خير وبخير وفي افضل حال. اليوم جبت معايا الجديد. جبت لكم 5 الخطوات مفتاحيه للتوفير. الا تبعناها غادي نوفروا، بل بالتاكيد غادي نوفروا ولو القليل. اذا كيف ما كتلاحظوا معايا عندي 5 الخطوات. الخطوه الاولى، الثانيه، الثالثه، الرابعه والخامسه. بالنسبة للخطوة الأولى، وهي أهم خطوة في الحياة كاملة، يعني سواء في التوفير أو في الدراسة أو في أي حاجة كنقوم بها، هي من أجل هدف معين. إذا الخطوة الأولى هي نوضع الهدف ديالي، سواء كان هذا الهدف على المدى القريب أو لا على المدى البعيد. يعني على المدى القريب مثلا جاي عيد، جايه شي مناسبة، جايه شي حاجة يعني اللي غنحتاج فيها أنا الفلوس، انه يعني نبدا نوفر لها على بكري. على المدى البعيد باغا نوفر للدراسه د وليداتي ملي يشدوا الباك ويمشيو يقراو على مثلا في مدينه اخرى. باغا نوفر باش نشري سكن يعني بلا ما نحتاج قروض. باغا نوفر باش نشري سياره مزيانه بلا ما نحتاج عاوتاني قروض. يعني دائما كنوضع الهدف قدامي، ومن الاحسن نسجلو في شي ورقه ونحطو قدامي، نعلقو في الثلاجه ولا نعلقو في بيتي ولا نعلقو في اي بلاصه، باش كيكون هو الحافز ديالي على التوفير. الخطوه الثانيه وهي نتجنب نهائيا استعمال البطاقات البنكيه بجميع اشكالها في تسديد الفواتير ديالنا، او لا تسديد يعني الا مشينا تسوقنا من شي سورفاس او لا من شي حاجه، يعني ما نخلصوش بلا كارت بونكير. غادي تقولوا لي علاش وما كنهزوش معنا الفلوس، هذه كتجينا سهله الى اخره. ملي كنخلصوا بلا كارت بونكير ما كنحسوش شحال خسرنا، وما كنحسوش بداك الفلوس راه هي خارجه من جيبنا. يعني صافي كنخلص بلا كارت بونكير كنمشي لمحل اخر كنخلص، من بعد كنتصدم بلي انا خسرت واحد المبلغ اللي كبير واللي ما كنتش انني مخطط انني نخسره، واللي كيخسر لي الميزانيه. ونقدر بسبب هذا التصرف في الاخير ديال الشهر نضطر انني نعمل كريدي او نسلف من احد الاقارب باش نكمل الشهر ديالي. بالنسبة للخطوة الثالثة وهي تخصيص نسبة من الدخل سواء كان شهري أو أسبوعي للتوفير. هذه النسبة كتراوح ما بين 15 حتى 30%، يعني على حسب انايا الالتزامات الماديه ديالي. يعني ملي كنحيد المصاريف ديالي الاساسيه، كنحيد الكرا، الماء، الضوء الى اخره، نخلي دائما واحد النسبه اللي نعتبرها ما عنديش، نحطها ابار، اللي كتكون بمثابه كيف ما كنقول دائما واحد البر ديال الامان اللي لا قدر الله وقفت عليه كنلقاه سواء في السراء او في الضراء. بالنسبه للخطوه الثالثه هي تحديد المصاريف الاساسيه. كيف ما قلت لكم خصني نحدد المصاريف اللي عندي: كرا، ماء، ضوء، المدرسه ديال العيال، المصاريف ديال الاكل والشرب الى اخره. كنحددهم وكنقسمهم على 4 الاسابيع. باش كنكون مرتاح. هادشي داخل كامل في التخطيط، والتخطيط هو اساس النجاح. والخطوه الخامسه والاخيره هو عدم ربط المتعه بما هو مادي، يعني نتحكم في الرغبات والشهوات ديالي. كيف ما كنقول لكم، يعني شحال من مره كيكون الاندفاع ديالنا اتجاه شي حاجه باش نشريوها، او اتجاه شي مخصول اللي كيكون غير زايد، كيكون يعني رغبه عابره. يعني كنكون مثلا نقدر نكون انا مثلا عندي غير واحد الحاله نفسيه، انا معصبه او لا كنحس براسي ماشي هي هذيك، غادي نمشي غادي نشري شي حاجه باش نحسن الوضعيه النفسيه ديالي. وكتكون هذيك الحاجه اللي شريت بالعكس كتزيد تازمني من بعد ملي كتفوت داك المرحله، وكنلقى راسي خسرت فلوس شي حاجه اللي ما نستافدش منها، شي حاجه اللي عندي بحالها في الدار، شي حاجه اللي غير زايده. اذا كيف ما كتشوفوا هادو هما الخطوات اللي حددت لكم انايا، يعني الخطوات الخمس من اجل التوفير. وكيف ما قلت لكم اذا تبعناهم بالتاكيد غادي نوفروا يعني واحد المبالغ مهمه اللي تقدر تبان لنا مثلا حنايا في الاول تبان مبالغ صغيره، ولكن راه كل شيء كيبدا بشويه بشويه. يعني درهم على درهم على 5 دراهم على 10 دراهم حتى كنوصل لواحد المبلغ اللي مهم، اللي نقدر نعمل به بزاف الاشياء، نفتح به بزاف البيبان.
وكيف ما كتعرفوا دابا الا شبرنا مثلا 200 درهم وصرفناها في البلاصه غادي ديك الساعات غادي نخسروها. يعني كتبقى هذه كتلقى راسك خسرتي 200 درهم في لا شيء، في حين انك اذا بغيتي تجمع 200 درهم، الا بغيت مثلا نجمع 200 درهم خصني نقص درهم من هنا و5 دراهم من هنا و10 دراهم من هنا ونقدر ما نوصلش نجمعها. كيف ما كتعرفوا ان الخسر الفلوس ساهل، في حين ان يعني باش نجمع وباش نوفر كيجينا داكشي صعيب، كيجينا التوفير صعيب. كيف بحال اي متعه كاينه في الحياه. فحال اي واحد كيعمل واحد المجهود كبير باش يوصل لواحد الهدف، حتى حنا خصنا نتخلوا على الشهوات ونتخلوا على المتع اللي غير زائفه وزائده باش نوصلوا لواحد الهدف ديالنا. لان يمكن نعرفوش الدنيا شنو غادي تجيب. فعلا ربي سبحانه وتعالى كبير وقادر بعباده، ولكن خصنا دائما نعملوا بالاسباب ونكونوا دائما يعني على استعداد لاي طارئ. واخا ما يكونش طارئ، حنا علاش ما نستعدوش باش وليداتنا ملي يكبروا. دابا نعطيكم غير مثال، ملي كيشد واحد من الابناء الباك خصو يمشي لمدينه اخرى، خصوصا الناس اللي ساكنين في مدن صغيره، خصو يمشي مدينه اخرى يكري، يعني يخلص واحد الشهرين د الكراب القليله، يأسس داك الدار فين غادي يسكن، خصو واحد المصروف شهري. يعني نقدر انا هادشي هذا نكون الا كنت انا الشهر اللي كندخلو كنخسرو، الشهر اللي كندخلو كنخسرو، ملي غنوصل لهاد المرحله هادي راه ما غاديش نلقى باش نتحرك. علاش ما نوفرش من دابا؟ ما حد ولدي او بنتي باقيين صغار، الله يخليهم لنا والله يكبرهم في عزنا ان شاء الله. نوفر من دابا باش ملي يكبر نكون انا على استعداد باش نكريلو، باش نوفر له الظروف اللازمه باش يقرا ويتبع قرايته، علاش لا حتى في الخارج. اذا هنا حد هنا كنكون وصلت للنهايه ديال الفيديو. كنتمنى يكون الفيديو نال الاعجاب ديالكم. اذا عجبكم الفيديو كيف ما كنقول لكم دائما ما تبخلوش عليا بلي لايك ولي كومونتير وابوني. وحتى اذا ما عجبكمش كنتمنى تخليو لي انتقادات بناءه اللي نخدم بها ونعمل بها باش نحسن من المستوى ديال المحتوى ديالي، ونكون يعني نكون في مستوى افضل و... وعند حسن الظن ديالكم.